الاهلي. ممكن تسديده قويه خطيره، المتابعه، ممكن الجول، ركله جزاء، ركله جزاء للنادي الاهلي. عماد متعب، المعتز بالله اينو بتاع الزمالك يسدد واحده من 30 متر، محمد العقباوي تقع منه مع الدقيقه 20 من الشوط الاول. ركله جزاء للنادي الاهلي من المتابعه الجيده لعماد متعب اللي رجع تاني للنادي الاهلي مع 3-4 لقاءات الاخيره، وقدر يسجل في لقاء انبي الفريق البترولي. والنهارده ركله جزاء للنادي الاهلي مع الدقيقه 20، رغم ان نادي المقاولين كان بيجاري النادي الاهلي وهو اللي ليه الافضليه في وسط الملعب، انما هنشوف كده ركله الجزاء. ادي اللعبه وادي العقباوي وقريب ياسر عبد الرؤوف. ملناش احنا بقى تعليق على الحاجات اللي فيها يعني كلام كتير ملناش علاقه بيها، انما بنقول اللي احنا شايفينه داخل الملعب. ركله جزاء للنادي الاهلي، وائل جمعه شايفه هو اللي هيسدد. وائل جمعه طبعا هتتكتب كده الاهداف الحاسمه او المصيريه في الدوري هذا الموسم. وائل جمعه حوار مع العقباوي، جول 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 جول. وائل جمعه وجمهور الاهلي بيقول ربنا يخلي جمعه. واحد للنادي الاهلي مع الدقيقه 20 او الدقيقه 21. ركله الجزاء عملها ولا كبير الموهوبين من الفراوده، حطها حلوه وائل جمعه على يمين محمد العقباوي اللي راح على الزاويه الشمال عشان يضع النادي الاهلي في مقدمه اللقاء النهارده بهدف من ركله جزاء. ادي اللعبه هي والاعاده الجميله لوائل جمعه اللي بيسجل النهارده اول اهدافه في الدوري العام، واللاعب رقم 1 رقم 20 للنادي الاهلي اللي بيسجل اهداف 19. يهبط للقسم الثاني، كانت مره في التسعينات. نشوف الكره حسام غالي، انما ياسر عبد الرؤوف يلعب مدافع مع نادي المقاولين في الملعب. محمد بركات خطيره، جول جول جول. بركات 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 بركات. الجون الثاني البركه، الهدف الثاني ورقم 8 اللي مش عارفينه لغايه دلوقتي هو رقم الفانيلا ولا رقم ايه يا باراكوتا. انما الهدف الثاني للنادي الاهلي اللي النهارده بيلعب بكل كده هدوءه، بيلعب بخبراته في الملعب بدون ما يبذل مجهود كبير، قدر ان هو يسجل هدفين، هدف من ركله جزاء وهدف لمحمد بركات، بهدفين للنادي الاهلي امام نادي المقاولين العرب. يقتربوا تماما من درع الدوري رقم 7 اللي هنبدا نقول الارقام بقى اول ما النادي الاهلي يقترب كده من مرحله الحسم، رغم ان فاضل وقت كبير جدا. انما محمد بركات شق طريقه حلو قوي واقتحم 18. ادي اللعبه اهي، حسام غالي اول مره ترجع له من ياسر عبد الرؤوف ويعمل تمريره في منتهى الجمال. عماد متعب يا دوبك يحركها لمحمد بركات بخفه الحركه والشغل بقى. واحد من افضل استنى جوه المنطقه، تتلعب الضربه ركنيه حلوه، جول جول جول. عبد الفضيل شريف عبد الفضيل. قلت لحضراتكم لعيبه النادي الاهلي النهارده اي حاجه هيعملوها ممكن يعملوا سكور كمان في لقاء النهارده ب3 اهداف في 38 دقيقه في شباك نادي المقاولين العرب. مش ممكن. الضربه الركنيه للمره الثانيه احمد فتحي وعبد الفضيل اللي طلع وحطها حلوه يا ولد يا لعيب بدماغه في ظل عدم الرقابه المثاليه من مدافعي نادي المقاولين، عشان النادي الاهلي يقترب تماما من درع الدوري رقم 36 في تاريخه والرقم 7 على التوالي من موسم 2004-2005. طلع عبد الفضيل يسلم على مانويل جوزيه من حقه تماما، انما بيسجل هدف النهارده للنادي الاهلي هو هدفه الثاني هذا الموسم لشريف عبد الفضيل. اجاد في الشوط الاول مع المعتز بالله اينو، عرضيه حلوه جول في منتهى الجمال والروعه، معموله على القايم القريب، راح الناحيه الثانيه احمد عبد العزيز وخطفها محمد عادل. يا ولد يحطها على شمال احمد عادل حارس مرمى النادي الاهلي، من محمد عادل لاحمد عادل. ادي على طول الهدف الاول بيتعادل المره الثانيه 3-1. هدف ممكن يدخل نادي المقاولين في اللقاء بعد ما قرب النتيجه. وقلت لحضراتكم لقاء شرفي. الفاول يلعبها لاحمد فتحي، حطها لمحمد بركات في المساحه، يلحقها عرضيه حلوه ممكن الجول. جدو ده انت شباب وابو الشباب يا جدو. الجول الرابع للنادي الاهلي، نتيجه كبيره للنادي الاهلي في لقاء النهارده 4-1 على نادي المقاولين، وفرحه كبيره. والنادي الاهلي خلاص كده بيبصم بال10 ويقترب من درع الدوري تماما. صعب جدا يا جماعه، وده الكلام اللي قلته في الشوط الاول، ان حاله نادي المقاولين مش هي اللي تديك الشعور ان هم ممكن يقربوا رغم الهدف. انما نشوف الحكايه من اولها. ادي محمد بركات ومحمد ناجي جدو، واحد من اللعيبه اللي قدرت انها تحط رجليها كويس قوي في الاسابيع الاخيره عشان يقول للجهاز الفني ان انا اكون موجود معاكم الفتره اللي جايه، بعد ما كان بعد فنيا شويه كده في المواقف. النادي الاهلي اينو، حسام غالي حلوه، جول
مش ممكن يا عقباوي. غالي غالب جون غالي، خماسية للنادي الاهلي يقفلوا بيها اللقاء تماما ويضلموا المنطقة على نادي المقاولين العرب. 5 تجوان لنادي المقاولين في وداع حزين للدوري الممتاز. 5 للنادي الاهلي. الكبير كبير امام ذئاب الجبل حسام غالي، تسديدة من 25 متر تقريبا وخطأ قاتل من محمد العقباوي عشان يكلف فرقته نتيجة تقيلة، رغم ان 4 تقيلة انما 5 اتقل واتقل في لقاء النهاردة. هنشوف الكرة مرة تانية. حسام غالي اللي بيسجل تاني اهدافه في الدوري بعد هدفه في وادي دجلة في الدور الاول اللي قلت لحضراتكم كان هدف مؤثر. ادي الحكاية والحدوتة من اولها. معتز بالله اينو وغالي تسديدة والخطأ من محمد العقباوي. مش ممكن العقباوي لو شاف الجون ده النهاردة في الاعادة بتاعت اللقاء مش